تعالوا نعمل مع بعض حاجة حلوة سهلة وسريعة. في أقل من 10 دقايق هتكوني مخلصاها. والله العظيم بجد في أقل من 10 دقايق فعلا هتكوني مخلصاها. يلا بينا ندخل على المقادير والمكونات. أول حاجة أنا هنا عندي بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. فضيتهم في بولة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل عليهم برشة من الفانيليا ونص كوباية من السكر. خلاص. هضرب البيض مع السكر والفانيليا، هضربهم كويس جدا لحد ما ينعبوا خالص. انا مش عايزه يكون فيهم اي حبيبات من السكر، بالمضرب اليدوي عادي جدا. زي ما قلت لكم هي حاجه سهله وسريعه. تقدري تعمليها لو جالك ضيوف فجاه، تقدري تعمليها لو مستعجله ولادك عايزين حاجه حلوه. جوزك عايز حاجه حلوه تكون سهله وسريعه. مفيش اسرع ولا انجز من كده، كله في الميكرويف زي ما انتم تشوفوا دلوقتي. ضربتهم كويس جدا وفضلت انعم فيهم لحد ما وصل للقوام الابيض اللي انتم شايفينه ده. هنزل عليهم كمان بنص كوبايه من الزيت. الكوبايه اللي انا بعاير بيها دي ده كوب معياري ربع كوبايه، فعشان كده انا بحط منه من كل حاجه اتنين. حطيت نص كوبايه من الحليب، سوري من الزيت، وهنزل عليهم دلوقتي بنص كوبايه من الحليب. خلاص. هقلب كل المكونات دي مع بعض زي ما انتم شايفين كده، همزجهم بس مع بعض. هما مش عايزين يتضربوا كتير ولا حاجه. هي مزجه خفيفه كده، وبعد كده هضيف عليهم الدقيق. عندي هنا كوبايه الا ربع من الدقيق. وهزود بقيه الكوبايه، شايفين انا هنا حطيت كوبايه الا ربع اهو. هزود بقى بقيه الكوبايه بتاعتي بكاكاو خام الاسباني. يفضل لو انت مش مستعجله زي حالاتي كده، انا كنت مستعجله جدا. زي ما قلت لكم انا يعني ما لقيتش اسرع من كده. المفروض ان انا كنت انخلها بس انا ما نخلتهاش. حطيت الكوبايه اللي هي الكاكاو على الحليب بالشكل ده كده. وهضربهم مع بعض كويس جدا. دلوقتي كمان هضيف معلقه كبيره من البيكنج باودر. خلاص. وهفضل اضيف فيه، هفضل اضرب فيها لحد ما القوام ينعم معايا خالص وما يبقاش فيه اي حبيبات من الدقيق او الكاكاو او البيكنج باودر اللي انا هضيفه. هقلبه كويس جدا جدا بالشكل ده كده. انا لسه لحد دلوقتي ما ضفتش البيكنج باودر. هجيب بقى معلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده بيكنج باودر وهضيفها عليها واقلبها كويس جدا. وخلاص كده بقى خليط الكيك جاهز معايا. هقول لكم دلوقتي ازاي هنحطهم في الميكرويف. بعد ما هضربهم كويس قوي كده، هجيب بقى البولات بتاعتي اللي انا هحط فيها الكيك. ممكن تعملوها في بولات زي ما انا عملت كده، اللي هي البولات السيراميك دي، اللي هو كل واحد ياخد الطبق بتاعه. او ممكن تعملوها في طاجن واحد او طاجن بايركس صغير. او طاجن حتى الفخار. تقدروا تحطوها زي ما انتوا عايزين بالطريقه اللي انتوا هتقدموها بيها حطوها. انا هنا حطيت بس رشه خفيفه كده من الزيت في الطواجن بتاعتي، ما حطيتش دقيق وما حطيتش اي حاجه خالص. هي رشه خفيفه من الزيت. وهبدا ان انا اوزع الكيك بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. هحط في كل واحده ربع كوبايه، ده الكوب المعياري اللي هو مقاس ربع. هحط كده في كل واحده، في كل طبق واحدة منها. وبعد كده هجيب نوتيلا أو لو عندك شوكولاتة. أي حاجة أنت تحبي تضيفيها بقى في النص. أنا هضيف زي ما انتوا شايفين كده، حطيت شوية من الكيك. وبعد كده هجيب النوتيلا واخد في كل طبق منهم. هحط فيها معلقة من النوتيلا. خلاص. وبعد ما بحط معلقه النوتيلا دي، بقوم حاطه بقى بقيه خليط الكيك، بحط تاني طبقه كمان من الكيك. انا هنا بس كنت بدوبها شويه لان هي كانت متماسكه شويه. تقدروا كمان تعملوا جناش يكون خفيف بتاع الشوكولاته ده وتحطوه برده في النص، هيبقى برده حلو قوي. خلاص. بعد ما ضفت كل واحده معلقه صغيره كده، هبدا ان انا اضيف بقيه خليط الكيك. بعد ما بخلصهم كده بقى بدخلهم الميكرويف. بظبط الميكرويف على 3 دقايق، وبعد ال3 دقايق بفتح الميكرويف اشوفهم. لو كانوا استووا خلاص بطلعهم، لو لسه فيهم شويه، لو طريه شويه او كده لسه ما استوتش، بشغل عليهم كمان دقيقه كمان دقيقتين. اللي هو ايه، بزوده بالتدريج كده لحد ما بوصل للنتيجه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين الكيكه هشه ازاي؟ هنا انا عندي اخدت شويه من النوتيلا. سيحتهم وحطيتهم في كيس زي ما انتوا شايفين كده. وابدا ان انا اوزعهم عليهم. تقدروا تضيفوا اي صوص انتوا حابينه، هتقدروا تضيفوا التزيين الاخير ده بقى بتاعكم. انا حطيت شويه من النوتيلا كده. وكان عندي كمان شوكولاتايه، واحده شوكولاته مارس. قطعتها وبعدين ضفتها على الوش، يعني كانت حلوه جدا زي ما قلت لكم، سريعه جدا جدا. بالشكل اللي انتوا هتشوفوها ده. على ما الكيكه استوت كنت عملت شويه فشار. الحاجات دي حلوه جدا جدا والله، فعلا ما اخدتش 10 دقايق. يا دوب على ما الكيكه استوت كنت انا كمان عملت الفشار وخلاص خلصنا على كده. ودي كانت النتيجه النهائيه بتاعت الكيكه بتاعتنا السريعه. حلوه جدا جدا. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها وتعجبكم. ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير.